عايزه اقول لك ان دي اسهل طريقه للرقاق الناشف، كفايه نظافته وكفايه جماله اللي انت هتعمليه. بصوا عامل ازاي مقرمش كده اهو جدا، وطعمه ومذاقه احلى من بتاع بره. كفايه ان انت اللي هتعمليه بايديك الحلوه. انا شيرين حمدي ودي قناتي، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، ونبدا الفيديو بتاعنا على طول. معايا في البداية 2 كيلو من الدقيق. طبعا لو انت ممكن تستخدمي كيلو واحد بس من الدقيق، دي سواء سايب او مغلف، اي نوع دقيق ينفع في الرقاق الحلو ده. كل كيلو من الدقيق معلقة صغيرة مليانة من الملح. هو شوفوا الرقاق ده عبارة عن شوية ملح صغيرين وشوية دقيق وشوية مية وبس كده، وكان الله بالسر عليم. وروعة جدا، وهيكون خلاص معنى ان احنا عجبناه يبقى كده توكلتي على الله وكده خلصتي تلات ارباع المهمة. هنزل على كل كيلو من الدقيق بكوبايتين ونص من الميه. ما تنزليش بكوبايتين ونص من الميه، انزلي الاول بقى بكوبايتين ونص كده. هو بدايه ايه، حطي شويه بشويه. ممكن طبعا نوع الدقيق بتاعك يحتاج ميه اكتر، فانتي يعني ممكن تزوديه كمان يبقى 3 الا ربع او حتى 3. بس انتي تصبري كده هو بعد ما تعجني وتلمي كل الدقيق وتستعيني كده بالله وتعجني عجنه كويس جدا لمده 10 دقائق. لازم تلمي العجين كده وتفضلي تلتي وتعجني وترفعي العجينه وتنزليها وتعمليها بالشكل الحلو ده. بتعرفي منين ان هي كده اتعجنت؟ اول حاجه يكون فات من 10 دقائق ل 15 دقيقه في العجن. تاني نقطة ان انتي بتحسي ان العجينة فصلت. بصوا انا ما نضفتش ايديا ولا غسلتها، العجينة فصلت خالص من ايدي، هي كده هو العجينة الناجحة بمشيئة الله بالنسبة للرقاق. بصوا بقى هنا انا بعديها سبتها تريح تقريبا ساعه ونص، ده بعد ما ريحت. بصوا مطاطيه ازاي، عامله زي اللي باينه معايا. بصوا انا بضغط عليها بس عشان اوري لكم ان هي مش فيها التصاق خفيف جدا جدا لما هبدا اقطعها في ايديا، بس هي غالبا مش ملتصقه. يعني لما بتضغطي كده وانا بضغط بصوابعي كده اهو، ما فيش اي حاجه بتلزق في ايديا. هبدا بقى على طول ان انا اخد قد كده اهو البرتقانيه الصغيره خالص. هبدأ ان انا اقسم العجينة دي ل 15 قطعة. كيلو دقيق بيعمل يعني من 12 قطعة او 15 او 20. لو انتي الصواني بتاعتك كبيرة وبتحبي بيت عيلة بقى كده هو وعدد افرادكم ما شاء الله اللهم بارك كتير، اعمليهم 12 قطعة وخلي كده هو القطعة تبقى كبيرة. القطعة تبقى كبيرة اللي انتي هتقطعيها. وطبعا بنقطع على دقيق، تحطي صينية شوية دقيق كده هو في اي صينية عندك. وبعد كده هو تبدأي على طول توزعي القطع الكور اللي انتي بتكوريها كده. لو انتوا بقى يعني بتحبي الصواني بتاعتك مش كبيرة وبتحبيها مثلا مقاس 26 او 28، دي يعني قطع معقولة، بتخليها 15 قطعة بتكون حلوة جدا. او يعني هم بره غالبا بيعملوا كيلو دقيق على 15 قطعة، ممكن 14 كمان مش اكتر من كده. لو انتي صغرتي او كترتي عدد الكور عن كده، الرقاق بتاعك هيطلع حجمه صغير وقليل كده اهو، وهتضطري كل طبقة من الجلاش تحطي جلاشين جنب رقاقتين جنب بعض. نستعين بقى بالله كده اهو، ونجيب شويه دقيق، وعندك بقى طبليه خشب كده اهو زي اللي عند ماما دي، ربنا يبارك في عمرها يا رب وعمر بابا. تبداي بقى تحطي شويه دقيق تحت كده اهو. وبعد كده اهو تبداي بصي بالنشابه بقى تبداي تفردي على طول، وبعد كده تغيري في اتجاه الرقاقه نفسها. بصوا سهل جدا وسريع وبسيط. لو انت بقى النشابه بتاعتك لزقت معاكي، يبقى معنى كده ان انت مش بتحطي مش حاطه دقيق كويس. في ناس بقى بيحطوا دقيق على نشا، يعني مش شرط النشا قوي. هو الناس او الصنايعيه في الرأي زي ما بيقولوا مش بيحطوا نشا، بيحطوا هو دقيق بس. هاتي بقى بنت خالتك، هاتي اختك، هاتي مامتك، هاتي اي حد، خليه بقى كده هو اعمل لكم 2 كيلو من الرقاق. ما تتخيلوش نظافته وحلاوته. طبعا هنا انا برص فوق بعضه، طبعا كل واحده فوق بعض فوق بعضها، مش بترصي فوق بعضها كده اهو، ممكن يلزق في بعضه على فكره وتعيدي الكره تاني. حطي شويه دقيق ما بين كل واحده وواحده. ده لو انتي متمكنه، وممكن تحطي 5 فوق بعض وتبداي تفرديهم مره واحده زي كده. ممكن بقى ده كده هو تفاديا للمشاكل، اعملي كده هو، استعيني بالله واعملي واحده واحده بمشيئه الله. مش هتكمل معاكي ساعه زمن، كل واحده دقيقتين 3 في الفرد وهتكون خلاص خلصت وبقت كده تمام. ممكن بقى تفرديه على ايه؟ انا بفرد انا اهو زي ما انتم شايفين ورايا كده اهو على يميني. على يميني، مش عارفه ده على يميني انا. أنا في طبق استانلس كده اهو، انا بحط كده اهو عليه زي ما انتم شايفين. طبعا بعد ما بنطر كل دقيق كده هو وبنفض العجينه يمين وشمال كانها حته قماشه، سهله جدا وسريعه. وانا بنفض الدقيق دوت بدورها كده حوالين ايديا زي ما انتم شايفين. بصوا بتفردي الاول بشكل طولي، وبعد كده بتغيري في اتجاه الرقاق تاني. في كل ما بتعملي كده هو رشه دقيق. هو كل كيلو من الدقيق مش بتستخدمي كيلو بس من الدقيق، بتستخدمي تقريبا اللي هو الرش الدقيق ده تقريبا، يعني ممكن ربع كيلو، ممكن اكتر شويه، مش بتعايري. بس انتي لو انت هتعملي كيلو واحد بس من الرقاق،
هاتي معاه كمان نص كيلو، تفاديا ان العجينه ما تظبطش معاكي من الاول، تبقى محتاجه تحط لها شويه دقيق، تضطر معاكي للرش دوت، ترشي كل شويه. طبعا فرشت الملايه ورايا بقى كده اهو، ابتديت ان انا احط الرقاق كده اهو افرده، بعد كده اهو بقى تحطيه في اي نشابه، تلفيها في اي نشابه، وطبعا تكوني مسخنه الفرن جامد جدا. بصوا قاع الفرن تحت خالص انا مولعاه على اعلى حاجه، ومولعه الشوايه برضو على اعلى حاجه، وطبعا فاتحه الفرن لان هو مش بيكمل في كل رقاقه تقريبا دقيقتين. يعني انا الفرن بتاعك اكيد ان شاء الله باذن الله هياخد رقاقتين كده زيي. بصوا بتقلبيها هي مجرد بس ما تبدا تعمل فقاعات كده، وتبدا تروحي قلبها الجنب التاني او تقلبيها في الجنب اللي ينفع معاكي. بصوا بقى حلوه جدا وطالع رائع، وطالع انضف من بتاع بره، اللهم لك الحمد. هنقلبها بقى كل شويه، كل رقايه مش بتاخد دقيقه او دقيقتين، هو مش بيطلع مقرمش من الفرن، هو بيطلع مازال طري، يعني مش بياخد لون ولا اي حاجه، هو مازال اول ما يتشمع بس كله كده اهو، ولونه بس بصي تلاقي نقطه ذهبي كده ولا نقطتين ذهبي، ولونه كده اهو بدا يبقى ابيض خالص زي ما انتم شايفين. طلعيه وحطيه بقى تحت المروحه او هويه كده اهو على السفره ولا حاجه، هيبقى كده مستوي وتمام وزي الفل. بصوا بقى رصيته على بعض، اللهم بارك، ال2 كيلو عملوا كميه حلوه جدا. يا رب الفيديو بقى عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنسيش من اللايك، واللي اهم لايك هو ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله.